السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنحضر مع بعض النهاردة وصفة لذيذة جدا، لو جربتيها مرة مش هتبطلي تعمليها. ده غير انها اقتصادية وعلى قد الايد. ميكس جميل كده ما بين البسكويت والكيك، حاجة كده خيال، ومكوناتها موجودة في كل بيت. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. حطي لايك وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا بولة هنا يا بنات، هنزل فيها ب2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وهنزل عليهم ب2 باكو من الفانيليا. الوصفة دي يا بنات انا محتاجة فيها الفانيليا، يعني انا بحب الخل في كل حاجة، بس المرة دي عايزة فيها الفانيليا. وهنزل عليهم بنص كوباية من السكر والحبيبات، ويكون ناعم علشان لما تبدأي تدوبيه كده يدوب معاكي بكل سهولة. مش عايزة تدوبيه كده، ممكن تضربيهم في الخلاط او بالهاند بلندر او في العجانة او في اي حاجة تسهل عليكي. تمام كده، بس هو كده كده هيدوب معانا ان شاء الله. وهنزل عليهم بنص كوباية من الزيت، وهنبدأ برضو نقلب لحد السكر ما يختفي تماما معانا. تمام كده. وهنزل عليهم بكوباية من الدقيق. ركزوا بقى في الدقيق ده يا بنات. ودي تاني كوباية من الدقيق. وهنزل عليهم بتلت كوباية من النشا. هكتب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف يا بنات. وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر 8 جرام. وهنزل عليهم برشة ملح. تمام كده. هنبدأ بقى نخلط المقادير دي بالمعلقة بتاعتنا الاسباتيولا ديت اللي هي ايه، الطرية دي. وهنبدأ نخلط واحدة واحدة لحد ما يبدأ يختفي الدقيق تماما. انا حاطة كوباية دقيق جنبي يا بنات، بحيث ان انا لو احتجت هبدأ انزل واحدة واحدة، ما احتجتش يبقى خلاص مش هحط الكوباية ولا هاجي ناحيتها خالص. هبدأ بقى اقلب المقادير كده بايديا، لان خدوا بالكم الوصفة دي بتلزق جدا. وانا استخدمت هنا يا بنات دقيق متعدد الاستخدامات، تقدري تجيبيه من عند العطار حتى لو سايب، ونخلته قبل ما ابدأ ان انا اشتغل فيه. وببدأ اعجن بطراطيف صابعي، انا مش بعجن بايديا كلها كده، بحيث ان انا عايزاها تبقى معايا طريه، وتبقى في نفس الوقت ايه ملهاش عرق، لان دي من النواعم زي كده يا بنات. القوام بتاعها شايفين بتلزق ازاي؟ القوام بتاعها عامل زي البيتيفور بالظبط. بايدي التانية هبدأ ادوس كده، لقيتها خلاص ما بتلزقش تمام التمام. ابدأ بقى اخلي العجين ينزل من ايديا كله، والم العجينه بنقطتين من الزيت، واقسمها بالنص زي ما انت ما شايفه كده. نص اشيله في مكان، ونص التاني اسيبه في البوله بتاعتي. وابدا انزل عليهم بمعلقه من الكاكاو الخام. انا معايا هنا يا بنات كاكاو خام اسباني. هنبدا ننعم كل الفتافيت اللي فيه دي، عشان احنا مش عايزين حاجه فيه مكلكعه تماما. وتبداي تعجني واحده واحده برضو، بس مش ايه عجن يعني يا دوبك تلميها. بصي بطراطيف صوابعنا بس كده بنبدا نلمها، عشان احنا مش عايزينها تمط معانا ولا يطلع لها عرق. واهم حاجه يا بنات، مش عايزاكم تستخدموا دقيق زياده عن اللزوم. انت بتبداي تعجني زي ما انت ما شايفه كده، زي ما انا معجنه. انا ما استخدمتش دقيق، انا كل اللي خدته كوبايتين من الدقيق عليهم تلت كوبايه من النشا. تمام كده. حطيت هنا معلقه من الكاكاو، وحطيت هنا معلقه من الدقيق على النص التاني اللي بالفانيليا. وهبدا اقسمها زي ما انتم ما شايفين كده. هقسم كل واحده ل3، هتطلع معايا 12 قطعه من العجين. هنعملهم بقى كور زي ما انتم ما شايفين دلوقتي كده. اهم حاجه يا بنات وانتوا بتعجنوا تشوفوا الملمس بتاع العجينه، لازم العجينه ما تبقاش بتشقق في ايديكوا. بصوا الطراوه اللي فيها، اولا ما بتلزقش، ثانيا ما تبقاش بتشقق. لو شققت وبقت قاسيه هتخش معاكوا الفرن وهتنشف منكم. ثانيا وانت بتشكليها هتبدا برضو تنشف منك، وانت بتشكليها تبدا تتفتت كده، وما تلاقيش المسام بتاعتها مقفوله وناعمه كده. فوانت بتحطي دي تدريج. بصي الطراوه طريه طريه فوق الوصف، نفس عجينه البيتيفور بالظبط يا بنات. وهنعمل برضو زي ما عملنا في العجين اللي هو بالفانيليا، هنعمل برضو بالكاكاو. شايفين يا بنات الطراوه صوابعي بتعلم ازاي؟ هنبدأ برضو نقطعها 4/4، وكل ربع هنقطعه على 3. هيطلع لنا برضو 12 قطعة. تمام كده. برضو هنبدأ ان احنا نكورهم. اهم حاجة في الدقيق ده يا بنات تاخدي بالك من العجين، مش عايزاكي تنسوها، لان انت لو زودتي دقيق خلاص هتنشف معاكي. هتيجي تروليها بقى او تلفيها كده مش هتتلف معاك، هتبقى صعبة جدا وبتتشقق، وتيجي تقفليها ما تتقفلش ابدا. تمام كده. احنا عملنا ايه؟ خدنا قطعة من العجين اللي بالفانيليا، وعملنا اللي هو بالكاكاو، عملناه رول كده برضو طويل، كأنك بتعملي ايه، عارفين الحشوة بتاعة العجوة؟ لما تجيبي العجينة بتاعتنا وتحطي فيها حشوة العجوة، هعمل معاكم واحدة تانية اهي. بصوا يا بنات، يا دوبك عملتها كده رول زي ما انتم ما شايفين، على قد العجينة بالظبط عشان ما تطلعش بره. تمام كده. وفردت العجينة اللي هي بالفانيليا، وبدات اقفل على العجينه اللي بالشوكولاته، كانك حاطه عجوه جوه، وتقفلي عليها رول صغير كده زي ما انت ما شايفه. ونبدأ نكرر العملية دي في ال 12 قطعة من العجين، سواء اللي بالكاكاو أو اللي بالفانيليا.
عملتهم انا كده كلهم، وانت بتعمليهم بتغطيهم يا بنات عشان وشها ما ينشفش. هحط 3 جنب بعض واحط 3 فوق منهم، وهبدا ارولها، او بلاش ارولها، هبدا الفها شويه بشويه لحد ما تمتزج مع بعضها وتديني كتله واحده كانها عجينه واحده، عشان في الاخر تديني الشكل اللي انت هتشوفيه معايا في نهايه الفيديو، كانك عامله حاجه على شكل فهد. شفتوا كده الفهد وهو في النقط بتاعته دي اللي بتبقى لونها بني؟ بصوا بقى هنبدا نعمل ايه، هنبدا نلفها يمين وشمال، بس مش عايزاكي تضغطي قوي عشان ما تضيعيش ملامح الايه، العجين. لو ضغطتي قوي هتيجي تلاقي النقط البني اللي احنا حاطينها جوه دي هتلاقيها اختفت. انا هنا بس عشان مجريه معاكم الفيديو. تمام يا بنات؟ وهنجيب ورق زبده او ورق حواوشي. لو جبتي ورق الزبده انت مش محتاجه ان انت تدهنيه، انا بحط في الورق الحواوشي دهنه زيت بحيث ان هي ما تلزقش، عشان يبقى في فاصل ما بينه وما بين العجينه بتاعتنا، لان ورق الزبده بيبقى اطرى شويه من الايه، ورق الحواوشي بتاعنا. انا عندي ورق الحواوشي بتاعي اهوت زي ما انتم ما شايفين، دهنته دهنه كده صغيره بايديا بكف ايدي كده رايح جاي علشان تبقى في العجينه كلها، ولفتها زي ما انتم ما شايفين كده. تمام، احطها بقى في الصينيه بتاعتي واعمل الرول التاني بنفس الطريقه. ابدا برضه الفها بالراحه يا بنات. بصي العجينه طريه معاكي ازاي وانت بتلفي كده، ما ترفعهاش قوي. تقدري تعمليها رول واحد وتحطيها في صاج وتديكي بدل القطعه الصغيره اللي انا هعملها تديكي قطعه كبيره زي السويس رول، وبدل ما تقطعيها صغير زي ما انا هقطعها في الفيديو دلوقتي معاكي تقدري تقطعيها قطع كبيره شبه السويس رول بالظبط. كده انا هاخد الرول التاني وهبدا الفه زي ما انتم ما شايفين كده في الورق بتاع الحواوشي، واحطه في الصاج زي ما انتم ما شايفين كده بالورق، وابدا احطه في الفرن. هقول لكم الاول على الشوكولاته يا بنات، وبعدين هبقى اقول لكم على التسويه المظبوطه. انا معايا هنا 200 جرام من الشوكولاته، انا طبعا مش هاخدها كلها بس انا عاملاها بزياده. تمام كده، هبدا اسيحهم على درجه حراره متوسطه. هتبداي مثلا لو ما عندكيش مايكروويف ان انت تحطيها على بخار حمام مائي، وتبداي ان انت تسيبيها 5 دقايق او 10 دقايق في الحر ده، هتفك زي ما انت ما شايفه كده، وهتحطي معلقتين من الزيت فقط لا غير، هتديك اللمعه. شوكولاته خام يا بنات بالظبط، كانك بتعملي التزيين بتاع البيتيفور بالظبط. دخلوا معانا الفرن يا بنات على درجه حراره 180 وممكن 170 كمان، بتحطيهم على الرف الوسط اللي في النص اللي هو الشبكه. تمام يا بنات؟ بتاخد معانا وقت في الفرن من 25 دقيقه ل 30 دقيقه، ما تكتريش عن كده، وممكن قبل ال 30 دقيقه كمان، لان انا اخدت معايا بالظبط 25 دقيقه. مش عايزينها تنشف، لازم يبقى فيها نسبه من الطراوه. بصوا بقى يا بنات، هنا انا كان عندي هنا شوكولاته زي ما انتم شايفين كده، جناش من الشوكولاته كنت حطاهم بره، فانا رحت عاملاهم ايه، انا عملت الاول رولين نفس القصه دي، وعيالي بالف هنا وشفا كلهم، لانه انا لما بعمل الوصفه ما بعملهاش مره واحده، لازم اعملها مرتين. حطيت عليها، نسيت بقى كان عندي شوكولاته من اللي هي الجناش، رحت حاطه ايه عليها. فطبعا انا اتخفنت ما بين، عندي الكزرونتين شبه بعض، اتلخفنت في الاول وبعدين رحت حاطه عليهم. قلت يا الله، طب انا لسه هشيل، قلت خلاص اسقعهم في التلاجة. سقعتهم وبدات ان انا اطلعهم ارش عليهم تاني الشوكولاته بتاعتنا الخام، مسكت وبقت زي الفل. بس طبعا الارضيه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده بدات ان هي ايه، تلزق تلزيق خفيف. فانت لما تيجي تعملي الشوكولاته يعني يا ريت من فضلكم تاخدوا بالكم ما تعملوش زيي، لان انا بصراحه بنسى بطريقه فظيعه. حطيت الجناش بدل ما احط الشوكولاته، بعد كده سقعتها ورجعت رحت حاطه الشوكولاته بتاعتنا. في الاول زينتها بالشوكولاته بتاعتنا الخام اللي لونها بني، وبعد كده لما عملت الرول التاني ده زينتها بالشوكولاته اللي هي البيضه زي ما انتم شايفين كده. الاول حطيتها شوكولاته بني، وبعد كده رحت ماشيه عليها بخطوط زي ما انتم شايفين رايح جاي، وبعد كده عكس بعضها بالشوكولاته البيضه. برضو خام يا بنات، اهم حاجه تبقى خام، خدوا بالكم من القصه دي. وتجيبي سكينه مشرشره زي ما انت ما شايفه كده، وتبداي تنزلي عليها بقى المقاس اللي انت عايزاه. انا عجبني المقاس ده بصراحه، عايزه تعمليها نص مفيش مشكله، عايزه تعمليها ربع مفيش مشكله، عايزه تعمليها تخينه كده زي ما انا عاملاها كده مفيش مشكله. احلى لفات من الرول. بصوا الشكل عامل ازاي، كانك حاطه جسم كده فهد جوه العجينه، نقط 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 نقط، شكلها قمه في الجمال. بصوا يا بنات عامله ازاي، وطريه فوق الوصف، ما تبقيش عارفه اذا كنت بتاكلي كيك ولا بتاكلي بسكوت. هتعملوها يا بنات رول كبير، هتاخد معاكم في الفرن من 40 دقيقه ل 45 دقيقه، لان الرول هيبقى ضخم شويه فمحتاج سوا اكتر. لما تيجوا تدوقوها كده يا بنات هتحسوا ان هي ميكس رهيب ما بين البسكوت والكيك، مش هتعرفي هي ايه بالظبط. واخده كفر من بره مقرمش وطريه من جوه. لو عايزه تحفظيه فين، تحفظيه في علبه محكمه الغلق وتحطيه في التلاجة، ده لو في الصيف. اما لو في الشتاء بتسيبيه بره عادي، ما بيجرالهاش حاجه. يا ريت تجربوها بنفس الطريقه وتقولوا لي رايكم في التعليقات.
وبكده يبقى وصفة النهاردة تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتك الوصفة يا ريت ما تنسيش اللايك والشير، واللي لسه مشتركش يا ريت يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.